السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد. اوبر برضو. هو كان نازل لي بونص. هو الفيديو بقاله فتره مصوره، بس هو عشان الامتحانات غصب عني والله. كان نازل لي بونص، كان صغير ان هو يخلص بسرعه، وفي نفس الوقت كان فلوسه جميله ما شاء الله. كان اللي هو 25 رحله في حوالي 900 جنيه، فاللي هو لطيف بحيث ان انت تعمل عدد قليل من الرحلات وفي نفس الوقت يجي لك مبلغ كويس. فاهم قصدي؟ اخترته ال 25. هو كان في اللي هو تختار ال 35 و 45 و 65 وهكذا يعني. فانا بصراحه اخترت ال 25. فرق معايا بصراحه ان هو انت استغليت ان انت تخلصه في وقت قليل، بحيث اصلا ان انا الفتره دي كنت مشغول شويه اصلا. في نفس الوقت انت ما خدتش جهد كبير في اللي انت تخلص البونص، وهي كانت فرصه حلوه بصراحه. هي ما بتنزلش على طول عشان ما بقاش ايه اللي انا ببيع الوهم. هو بتنزل يعني حاجه جت كده مره واحده، فهي فرصه جات لي فقلت استغلها بالمره. فما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتضغط زر اللايك وتصلي على النبي. عاملين ايه يا شباب؟ النهارده ان شاء الله معايا بونص اوبر كالعاده برضو. يعني انا حاسس ان القناه هتبقى عن اوبر، بس ما علينا. انا قابل رحله اصلا دلوقتي. النهارده السبت الشغل بيبقى خفيف قوي في اسكندريه بالذات. طول اليوم عامه، بالليل ممكن بتشتغل حبه، عشان كده نازل اصلا متاخر. وغير كده انا مختار هو بونص حلو بصراحه، لسه نازل 25 رحله بس ب 980. اصلا كده كده اليومين دول انا مش هشتغل كتير يعني عشان عندي امتحانات وكده. فحاول ايه النهارده ان شاء الله، حاول لو جبت 10 رحلات يبقى فل قوي. ان انا نازل الساعه دلوقتي يعتبر 5، فنازل في اخر اليوم مش في نص اليوم كمان. فانزل اتسلى شويه وبكره بقى هشتغل، ده الشغل اللي بجد بقى، فاهم قصدي؟ فمعانا رحله ايه رايحه 45. انا اخترت يعني، انا قبلتها من قبل ما افتح الكاميرا، بفتح البرنامج لقيتها جت. فانا كده كده اصلا اليوم من النادر لما يجي رحله بسرعه كده، فما صدقت يعني بصراحه. الجو ساقعه، جو تلج. لسه غاسل الحاجه دي، شكلها هتتبهدل برضه. غالبا مفيش شتا. الشتا النوى خلاص كده، خلاص بهدلنا في النوى اللي فاتت دي، بهدله جامده يعني. بس عادي، كله بيعدي يا باشا. الدنيا مرخية على الآخر، عايز اظبطها بصراحة. لو عدينا على أي مكان على السكة كده ايه نخليه يشدها شوية كده. التندة اللي هناك دي تمام. يا عم مش هيقع. الكلام 4 كيلو 30 جنيه، حلو والله. سعره معقول على فكرة بالنسبة للأفضال بتاعتي. لا كده كده ايه، اتفقنا طول ما انت شغال على البونص، البونص مجدي هتهتم بسعر الرحلات يعني. حتى لو اقل من 5 جنيه كده كده البونص هيعوضه بزيادة الزيادة يعني. وعندي بونص يومي اعمل 12 رحلة ب 70 جنيه، بس ده طبعا خلاص يعتبر راح علينا، عشان مش هنتحول ساعة دلوقتي 5 هو هيخلص على تقريبا 9. هيخلص على 9 ويعمل 4 كمان و70، يعني 70 و70 140. بس بقى ده انت لو نزل من اول اليوم تعمله حلو على فكره، مش تحس 140 جنيه بونص يومي غير البونص اللي انت شغال عليه الرئيسي، فلا كويس غير دخلك من الرحلات، فبتبقى مجديه شويه. بس انا بقى ايه زي ما تقولوا ايه، كسلت شويه اليومين اللي فاتوا، تعبت شويه يعني. تعبت في الشارع بجد والله. البونص اللي فات يعني كان مرهق قوي يعني. عايز اطلع على بحر السكه طول ما يخلصوا المترو ده، مفيش زحمه خالص. تصدقوا ثانيه كده. لا انا مش عايز اتزنق في الغش، بس رايح السيوف 2 كيلو وانا هاخده على نص كيلو. انا مش هنزل السيوف ان شاء الله الاقي حاجه من السيوف. انا كنت عايز اطلع بحر السكه ونزل حنا فوق ونلاقي رحلات حلوه، بس صراحه عادي يعني. رحله كيلو 2 كيلو مش هقول لها لا يعني. نزل السيوف ده من هنا مش هتاخد خطوه يعني.
يلا بينا. لو الدنيا ايه مرجعنا دلوقتي، انا كويس ان انا ما نزلتش الصبح اصلا. الصبح الشغل بيبقى مريح قوي يوم السبت يعني. الدنيا دلوقتي زحمه زحمه يعني. انا كده كده السيرفيس يعني ايه عمرها ما بتفضى يعني. على جنب. يلا بينا. انا لسه بتصل. ايه؟ لسه بتصل. ايوه الشغل في رقم بين كود 94443. يلا بينا. الجمله دي بتصور؟ يعني يعني نازل بقى تشوف كده؟ لا لا يوتيوب بس. ايه؟ يوتيوب بس. هنا عند الورد ده. لا لا شبكة وحشة هنا صح؟ اه 20 اهو. استنى مش فكة؟ مش هيكمل الفترة. معاك كام؟ 15. احط لك 10 محفظة طب؟ معاك كام؟ معايا 20. احط لك 30 محفظة؟ معكش 10 خالص؟ والله ما معايا. او نفك. ايه؟ ماشي طالما معكش فترة خلاص. ده كده كده هتجيلك في الرحلة الجاية ان شاء الله. انا برضه كل فين وفين بس ماشي. معلش بقى ولا يهمك. لو عايزني اروح افك لك يا اجيب. عم لا خلاص على ايه؟ 10 حبيبي صح. كان وحش. انا خدت رحلة بالمناسبة خدت رحلة اسمه ده على مصطفى كامل بره، وهوديه ان شاء الله ان شاء الله نواحي فيلمين. ادور اسمي رمل تاني. يا رب يا رب بس ما يكونش في بكوس، يبقى في اي حته ما عدا بكوس، عشان ما ركزتش قوي هو المكان رايح فين عشان ابلغها وانا سايق. بس ان شاء الله ان شاء الله يكون بعيد عن بكوس. لو دخلت بكوس مش هنخلص يعني. الدنيا هناك بتبقى زحمه موت يعني. السلام لا ما احبهاش. يطلعوا من شارع الترعة ولا يطلعوا من شارع الترعة؟ انت هتروح جد من اول يعني من ناحية ابو قير مش من ناحية المحمودية. صح صح. صح. جيت على اول الشارع طب. يلا شوف لي فكة عشان معيش فكة. نعم انا عايز فكة. خالص. معيش فكة والله. اخر الرحلة دي أسكتتني. بس المشكلة يبقى هحاول اخلي دايما محفظة. احط 50 محفظة. بص حطيت 50 اهو. نعم حطيت 50. عليكم السلام. برضو زي ما ماشيين نروح خطة كده. ممكن اقطع الشارع يا عمو. وانا كمان اهو. الرحلة دي اصلا هو كان حاطط اللوكيشن جوه في شارع وينجر، بس هو اللي هينزل بره، فقلت مصلحة يعني كده كده ايه، مش عايز اغوط في شارع وينجر حد يبقى واقف خالص. وكده كده العميل اصلا لو حاطط اللوكيشن غلط عادي براحته، لو هو حاطط اللوكيشن ابعد. لكن لو حاطط لوكيشن وانت هتمشي بعديه
لا في الحاله دي على اوبر تقول له ايه بعد اذنك غير اللوكيشن للنقطه ايه، بيتعدل عادي كده كده بيتعدل، السعر بيتعدل، وبالذات كمان لو وقت ذروه في ناس ساعات بتشغل دماغك. لكن لو قعدت توصله شارعين 3 4 شوارع حته، خلي بالك حته صغيره بتاع عادي مش حوار. انا بتكلم عن الناس اللي هي بتشغل دماغها كيلو 2 كيلو 3 كيلو وبال5 كيلو، لا دول افكك منه حبيبي ده. نرجعوا تاني بقى، ممكن الف من هنا قلت اخش كفر عرض ممكن الاقي حاجه حلوه. كفر عرض من هدايا، اوبا اوديه فين؟ ثواني بس عشان انا ايه السواقه هنا عايزه تركيب. اوديه تقريبا في جبل على البحر زهوق كده دي حلوه يعني، رحله في الرايق هي، بس هتبقى هنا في الاول زحمه وممكن هتستني زحمه شويه برضه. انا مشيت على اساس اللي هو في الهدايا انا مش واخد بالي من اللوكيشن ده بيلخبط، هو انا اللي بتلخبط يعني بصراحه. بس كده كده هنطلع من شارع السعوديه زي ما انا قلت، هنخشوا ايه على ستانلي نلفوا نرجعوا تاني. فممكن نعملوا حاجه تانيه لو هو قال لي عليها اعملها، اللي هو نخشوا من مدينه الضباط ونطلعوا من تحت كوبري سيدات. في كلتا الحالات المشوار مش هياخد يعني 10 دقايق على بعض كله. عليكم السلام. نخش ونطلعوا من مدينة الضباط. خش من هنا واحد ستانلي هتلاقيها واقفة أصلا، هو ده اللي عايز أقوله لك. ستانلي هتلاقي الدنيا زحمة هناك. هنا شوف لي فكة عشان معيش فكة. معايا فكه بالظبط. انت راجل محترم. ركب الفكه. حبيب قلبي والله. ودي يا عم. مش بس من هنا في ناس بتفكرني ان انا بتباكس لما مثلا بعد ما يديني فلوس اقول له معيش فكه او ايا كان، فانا بقول له قبل ما يطلع الفلوس عشان اعرفه، عشان لو هو معهوش فكه يفك بقى يتصرف ايا كان بقى مش هتفرق معاه. عايزين نلف ولا ما نلفوش؟ كده عملنا 4 رحلات حلوه والله. عمال اتمشى من ساعه ما قفلت الرحله اللي فاتت كنت بصور، لسه قابل الرحله اهو، انا كنت واقف لسه قابلها محمود محترم المرض. ما علينا، لسه قابل الرحله رايحه تقريبا سموحه او اسكندريه، يعني هي 3 كيلو هخش من الكيل كده كده. بس احنا كده وصلنا. عادي ايه؟ خدت عليها تأخير؟ حاطط عليك دقيقة ونص. كده يبقى كام جنيه كده؟ مش حاجة يعني، مش هيكملوا حاجة لا. لو عديت 3 دقايق بيتحط عليك. الفترة الأخيرة كان بيتحط عليك تأخير ياما بقى. أول ما طبقوها كان ممكن يتحط عليك 15 جنيه تأخير.
هو فعلا تأخير، ما انت اتحسب عليك دقيقة ونص، معرفش بكام بصراحة. يعني ممكن يعملوا لهم 3-4 جنيه فعلا. رايح النقل الهندسة؟ خلاص ماشي. هو 33. انت كان ظاهر لك كام؟ 32. يا عم هو جيني بس. مش فاكر خالص، انا كنت انا اصلا ماشي. ثانية انا غالبا معايا فاكر بالظبط. بص ايوه اننا في النقل والهندسة نعملوا ايه بقى؟ نطلع نشرب عصير من العربية اللي بره دي. بصراحة العصير بتاعها جامد ومش غالي يعني، ب 20 جنيه. وبالمرة عايز افك فلوس لان انا كده ايه، معيش فك. احنا عملنا 5 رحلات والله كويس. انا على فكرة لو جات لي حاجة تروحني اروح، يعني مش هقول لا. 5 رحلات وبكرة اعمل 20 اهو، احسن ما اعمل بكرة اعمل 20 كلهم وما بقاليش ياما يعني. انا نزل 5 نكتب بقالي بتاع ساعة ونص. الساعة ونص عملت 5 رحلات، معدل حلو بالنسبة للنهارده السبت. بس احنا بالليل السبت برضه بتبقى شغالة سيكا عشان الدنيا زحمة، وتبقى الزحمة في كل الأماكن. بتبقى زحمة في الأماكن اللي هي إيه، النهارده يعتبر يوم أجازة برضه زي سموحة وكده، هتلاقي ممكن تكون بلاد زحمة سيكا، بس مش زي الخميس والجمعة. يعني الخميس والجمعة بتبقى الخميس أعلى حاجة، بعد كده جمعة، بعد كده السبت، بعد كده باقي الأيام من الأسبوع أيام عمل عادية. ونشربوا كوباية العصير. العصير هنا جامد يا جدعان أوي الصراحة. تعالى إيه أفضل أنا هنا. حبة عصير جمال قوي هنا. لما تيجي تطلب يا تاخد صوبيا مانجا يا صوبيا فراولة. كوباية ايه؟ قطة يا جدعان. الرحلة دي ايه هتروحني، وانا بصراحة عندي ميعاد من يعني يعتبر 7:30. الساعة دلوقتي 6:30. فانا لو خدت حاجه تدخلني جوه الوقت هيخوني، وعقبال ما الاقي حاجه تروحني اصلا ممكن ما الاقيش. ودي 10 كيلو ب 61 جنيه على فكره، يعني كيلو كمان واقف فوق ال 5 جنيه. بس انت برضه هنمشي محموديه حته حلوه وبعد كده بعد تخش بالزحمه، بس على سكتي يعني. مساء النور، بس لما اقف انا اسف. انا اللي هتصل يعني. غير موجود بالخدمة انت كمان. بعد التنزيل كده عملنا 5 رحلات، وان شاء الله اللي جاية هتبقى ال6. يعني بكرة انزل اعمل 19 رحلة بكرامتي واروح. البونص ده بيتكلم عن ايه؟
يعني هو كان في، يعني انا هوريكم بتاع الاسبوع الجاي هفهمكم عليه. اعمل 25 رحله خد 980 وعليهم 10 50. ما علينا من 10 دول مش عايزينهم، احنا عايزين 25 980. برضه جالي ان هي بتاعت اخر الاسبوع، بونص اخر الاسبوع. انا اخترت، بس هو الاختيار اهو. هفهمكم حاجه. 25 وعمل 990 وزود عليهم 10 ب 50. هنا 35 1040 زود عليهم 10 ب 60. هنا 1100 زود عليهم 10 ب 70. هنا 1170 زود عليهم 10 ب 70 كمان. فانت ليه تاخد الحاجات دي كلها؟ لا، انت خد اقل حاجه، بما ان كلهم متقاربين. هم كده كده الشركه فاهمه يعني ان الاغلب هيختار الاقل، لان السكه الدنيا بتبقى ايه مريحه. وعليكم السلام. من عينيا الاتنين. في السكة بس 74. ثانية واحدة. هي كده واقفة. معاك 5؟ معاك 5؟ لا والله معيش فكة خالص. عشان معيش غير 30. ممكن اديك 20 واحط لك الباقي محفظة. احطهم لك محفظة ماشي؟ شكرا يا باشا. لا خالص. 80 جنيه 62 جنيه. دفع 75. هي كانت ظهرنا ب 61. كده دخلنا الرحلة دي بالظبط 63 جنيه بالظبط. هو دفع 75، ده الباقي كان ايه للشركة يعني. كده الساعة جت 7 وانا مشواري الساعة 7:30 كده. وانا في جمال عبد الناصر، لو جات لي حاجة وانا ماشي حاجة صغننة كده تنزلني على 45 هاخدها، ما جاتليش انا كده ايه بتحرك واعمل وجع. بس 6 رحلات. احنا نازلين الساعة 5 مثلا، عملنا 193 و 200 جنيه في ساعتين، مش وحش يعني الساعة واقفة عليك ب 100 جنيه غير البونص يعني. انا بتكلم عامة لو انت نازل ايه تشتغل كده ايه تسليك حال، ف 200 جنيه في ساعتين مش وحش. وانا كنت بتسلى كمان، مش شغال، مش عمال ايه يعني، ما اشتغلتش لا فيديو ولا اندرايف ولا قعدت احسب الكيلو وانا ايه اخدهم كده بالحب. بس هي اوبر بصراحة ظابطة نفسها في الشتاء كمان، وفي الصيف يعني الوضع هيتغير خالص. بس انا والله بشتغل البرامج التانية دي واندرايف. انا كنت اصلا قبل ما اشتغل على البونص انا ما كنتش بشتغل اوبر خالص. ايام ما كان الواجهه مقفوله، عشان كان ما كنتش فاهمان فيه قد كده بصراحه، لحد ما فهمته. بصراحه اوبر هو مريحني كشغل، لكن كمتعه شغل ارجع اقول ان اندرايف ودي فيها ايه، فيها شويه شغل حلو كده. انا عايز ازقك يا حاج، بس ايه ازقك فين؟ الدنيا دي اصلا مش شغاله.